شحال هادي كنا كنهضروا غير على اضرار التلفاز، اما اليوم ولا عندنا التليفون والبيسي والساعات الذكيه والتابلت، ولينا فين ما مشينا كنشوفوا الناس حانين راسهم كيشوفوا غير في لي بورطابل ديالهم وما واعيينش نهائيا بالمحيط ديالهم وشنو داير بهم. هادشي اللي خلاني نتساءل على تاثير الشاشات علينا وعلى وليداتنا، ودرت بحوث في مجلات علميه كتهضر بالضبط على تاثير الشاشات على نمو الاطفال، والنتائج هما اللي غادي نناقشوها في هذا الفيديو. ولكن قبل بغيتكم تصيفطوا هذا الفيديو لكل لكل امراه حامل، لكل رب أسرة، باش كل شيء يفهم خطورة الموضوع. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كتحذر من تعرض أي طفل أقل من سنة ونصف للشاشات، والأطفال الأكبر سنا يمكن لهم يتفرجوا بلا ما يفوتوا ساعة واحدة، مع ضرورة يكون له الآباء ديالهم حاضرين معهم وهما كيتفرجوا. ولكن واش الناس كيحترموا هذه الإرشادات؟ الجواب هو طبعا لا. استيل جيليوز باحثة فرنسية في علم النفس دارت واحد الدراسة في 2021 ولقات باللي في المتوسط الطفل كيبدا يتعرض للشاشات قبل 9 شهور، اما ابتداء من عام ونصف كيولي الطفل يتفرج كيف ما بغى بدون اذن. ولقات ايضا بلي الاطفال اقل من 3 سنوات كيتعرضوا للشاشات 6 ايام في الاسبوع، يعني تقريبا السيمانه كامله ما بين نص ساعه و3 ديال السوايع. امريكا 40% من الرضع كيتعرضوا للشاشات قبل ما يكملوا 3 شهور، و90% من الاطفال اقل من عامين راهم كيتعرضوا حتى هما للشاشات. استراليا 40% من الرضع ديال عام ونص كيدوزوا على الاقل ساعتين في النهار قدام التلفازه. في السويد الاطفال اقل من 4 سنين كيدوزوا ساعتين في النهار قدام التلفازه وسط السيمانه و3 ديال السوايع في الاخر ديال السيمانه. هادشي كامل وغير 20% من الاباء اللي داروا معهم البحث هما اللي خايفين من موضوع هذا التعرض الكامل ولا المبالغ فيه للاطفال ديالهم للشاشات. ومني سولوهم علاش كيحطوا ولادهم قدام التلفازه اولا كيعطيوهم التليفون وكيخليهم بوحدهم، لقاو باللي اغلبيه الاباء كيعتبروا باللي الهاتف هو وسيله للترفيه، وباللي البرامج اللي كيتفرجوا فيها مفيده ليهم وغادي تنفعهم. كيف ما كاينين اباء اخرين اللي كيحاولوا غير يلهيو ولادهم بالشاشات بينما هما يقدروا يديروا شي حاجه اخرى بحال مثلا الطبخ او التنظيف الى اخره. يعني الشاشات ولاو كيلعبوا دور جليسه اطفال. الطفل كيكبر مزيان على حسب التفاعل ديالو مع البيئه المحيطه به، خاصه في العامين الاولى من حياته. ولكن ملي كيتعرض للشاشات باستمرار هادشي كيأثر عليه من عده زوايا. اولا الاطفال اللي كيتفرجوا ساعتين في النهار كيولي عندهم تاخر في القدرات الحركيه، ولكن الاطفال كيتفرجوا غير ساعه واحده فالنمو الحركي ديالهم كيكون عادي. كيف ما ان الشاشات كتخليهم معرضين اكثر للسمنه لانهم كيبقاو جالسين مده طويله بدون حركه. ثانيا الشاشات كتاثر على جوده النوم ووقت النوم، وهادشي كيخليهم ديما عيانين وما قادرينش انهم يحفظوا لان الذاكره كتقوى اكثر خلال مرحله النوم العميق. ثالثا الشاشات كتاثر على القدره ديال الاطفال على التعلم وكتسبب لهم تاخر النطق وعدم القدره على الفهم والتحليل وكثره الحركه وقله التركيز. اذا الاطفال كيلقاو مشكل كبير في القرايه وكيخليهم هادشي فاقدين الثقه بانفسهم، وحتى علاقتهم الاجتماعيه كتكون سيئه لانهم كيوليو يميلوا اكثر للانطوائيه والوحده. خلاصه القول كثره التعرض للشاشات ما كتخليش الطفل الوقت باش انه يكتشف المحيط ديالو ويتفاعل معاه، وهادشي كيأثر على النمو ديالو الجسدي والنفسي والاجتماعي. كنتمنى تكون الرساله وصلت.